نجاوبك انه الحقيقه في اللي صار من طرف المتهمين وربي يفرج عليهم ماهوش عمل استقصائي. احنا صحيح اللي جديد علينا العمل الاستقصائي وما نعرفوش ربما الياته وكيفيه حصوله وكيفاش نعملوا العمل الاستقصائي وشنو ادبياته على الاقل او اخلاقياته وما ثابت. معناها عندنا معلومات مؤكده وتاكد انه هذا العمل لم يكن استقصائي وانما كانت الغايه من وراءه هي تشويه وتشهير وتحتيم المسار العمل ولا الانجازات اللي قام بها سمير الوافي في دار العمل نتاعو، وحتى حد ما ينكر انه كان عنده من اعلى نسب المشاهده في القناه نتاعكم كيف وهذه المعلومات المتاكده من خلال محاضر البحث وقاعد التاكيد. انا ما اطلعتش لكن من مصادر متاكده ومصادر مطلعه اخبرتنا اليوم انه محاضر البحث تضمنت انه المعز بن غربيه قد اعترف صلب محاضر البحث انه هذا الفعل الذي اقدم عليه كان بغايه التشفي وتصفيه حساباته مع سمير الوافي بصريح العباره. بعدين يقول هذا حكم على النوايا مدام، معناها السيد يقول أنا لا أحكم على النوايا وإنما أطلعتكم على ما وجد في محاضر بحث. النوايا نتاع الإنسان أنا ما نحكمش عليه. سمير الوافي من طرف النيابة العمومية لا إلى حد الآن ما وقعش. خليك وصلنا محمد دقيقة خلينا نفهم الساعة الخلفية. أي إذا يعني تعتبروا أنتم أن وقت اللي يخرجوا يقولوا عمل استقصائي صحفي لا يقف إلى حد الخبر وإلا إنارة الرأي العام وإنما مبيتة وراه نية تحطيم سمير الوافي. ما يكونش معقول أو منطقي أن يتناقض تصريحات المتهم وتصريحات المحامين اكدوا في البلاتوات التلفزيونيه والاعلاميه اللي حضروها كلهم محامين بدون استثناء انه هذا كان في اطار عمل استقصائي. جاء منوبهم وان شاء الله نتمكنوا في فرصه اخرى بعد البت في القضيه وان شاء الله غدوه كما نتمنوا لهم ان شاء الله ربي يفرج عليهم انه المحاضر اثبتت بصريح ما ادعاه وما قاله وما دونه سيد بحث البدايه على معز بن غربيه انه النيه لم تكن الى الاستقصاء ومد المعلومات للراي العام وانما كانت الغايه من وراءه انه يصفي الحسابات نتاعو. وباش نسامحني مانيش باش نبعد عليك برشا، انا نفكرك بحاجه انا نبت فيها اللي هي حادثه الروش اللي حدث لروش اللي تسرقوا من مقر المقر تاع الحوار التونسي والتونسيه وخذات معناها خذات وقتها في الاعلام والاعلام تحدث عليها وهذا الكل كان تحضير. هذا في اطار انا ما اسميه بمؤامره وحقد انسان يعرض اناس اخرين معه معناها للقضاء ويعرضهم لجرائم للسجن اكيد. لماذا؟ للتشافي من شخص هذا ثبت من قبل بالعمليه نتاع السرقه وتاكد الان. هذا ما تاكد الان يعني انك يوصل كرك وانتم تعرفوا انتم حتى اصدقاء الصحفيين تعرفوا انه من يوم اللي دخل سمير الوافي الى قناه الحوار التونسي واللي كانت التونسيه قبل كان عنده امتعاض كبير وما كانش وكان اعلن فرق بين الامتعاض وبين السجن وما بين المحاضر. عبر بطريقه مباشره لزملاء وزملائكم الكل في العمل تعرفوا حتى يعني المديرين اللي هنا يعرفوا انه معز بن غربيه كان رافض دخول سمير الوافي الى القناه. نرجع لك مدام